هو ايه اللي حصل بين نجيب ساويرس والاعلاميين في مصر؟ انا اقول لك. بص يا حبايبي، دلوقتي في واحد في تويتر نزل تويته بالصوره اللي قدامك دي، مجموعه الناس طبالين بيطبلوا، وراح شايل وشوشهم وحط وشوش الاعلاميين في مصر اللي هم مين بقى؟ عندك عمرو اديب واحمد موسى ومصطفى بكري وتامر امين ومعتز ومحمد الباز. اجا ساويرس شاف الصوره دي، يسكت ما سكتش، راح جاي معلق عليها وكاتب ايه؟ كاتب ناقص واحد. مين اللي شاف التعليق؟ اللي شافه عمرو اديب. عمرو اديب رد عليه وقال له احنا ما كسبناش من التطبيل قد ما انت كسبت من تطبيلك يا نجيب. جايز تطبيلنا كان له اصوات، انما تطبيلك كان له ابراج ودولارات، ويا خساره وعجبي. مين اللي شاف التعليق كمان؟ احمد موسى. احمد موسى رد عليه قال له عيب عليك يا نجيب، نحن ندافع عن وطن وشعب، لن ننسى دورك وقناتك في 2011 التي استخدمتها لضرب القوات المسلحة والشرطة والقضاء، رغم أنك أكثر من كون الثروات في عهد الرئيس الراحل مبارك. هذا هو نجيب، مصلحته أولا. عيب عليك يا نجيب، وما خفي أعظم. راح ساويرس رد على أحمد موسى وقال له الشرف لي إن كنت في ثورة 25 يناير، وستظل نقطة فارقة في تاريخ مصر رغم أنها سرقت لعزوف شبابها عن السياسة وسيئاتها. إجا محمد الباز على حسابه على فيسبوك كتب بوست وقال ساويرس رجل يعاني من فراغ كبير، ولأنه بيعاني من فراغ فتلاقيه من وقت للتاني يمارس شكلا من أشكال التفاهة. ده هو اللي بيقول كده. ده مين؟ محمد الباز على البوست بتاعه على صفحته على الفيسبوك، نزل بوست كده فيها كده. في الوقت نفسه مين اللي اتكلم برضه ونزل على حسابه على تويتر؟ مصطفى بكري، بس ما قالش اسماء. مصطفى بكري قال من هرب اموال مصر للخارج، من اساء لجيشنا العظيم، من اعتبر مصر بالنسبه له شقه مفروشه ومنهب للثروات، من فسد وأفسد، من عجز عن أن يقول لنا كيف تعدت ثروته مئات المليارات مع أنه لم يكن يمتلك في التسعينات سوى 5 ملايين جنيه. لا يحق له أن يشكك في مصداقية من يدافعون عن الوطن.